كلمتين وبس. بيقولوا مصر أم الدنيا، بيقولوا الدنيا بخير، يعني مصر بخير. كان في ناس بتشك إن مصر بخير، ناس تصوروا إن مصر بتمر بفترة سكون وشيخوخة. كتاب من الغرب كانوا بيقولوا إن الحضارة المصرية القديمة توقفت، مش ممكن تكون مستمرة، حصل لها انقطاع وانتهينا. مصر دلوقتي مصر جديدة، التقاليد القديمة مش ممتدة ولا حاجة. الحضارة المصرية القديمة كانت غاوية بناء وتشييد، كانت هاوية فنون وآداب، كانت حضارة نظام وعلم وثقافة. فين ده كله دلوقتي؟ تقاليد الحضارة الفرعونية اتردمت تحت تراب الزمن وخلاص. كان الكلام ده بينقال في محافل علمية وبينكتب في مؤلفات، يتقال بسوء نية واحنا نصدقه بحسن نية. المستشرق فرانكويش بويش هو اللي قاله شخصيا. يبقى معقول يكذب؟ ما يكذبش ليه ويدس ليه ويحاول يفصل المصريين عن تاريخهم؟ بالشكل ده يفضل العقل المصري تابع للغرب، يفضل أسير للحياة الجديدة. التقدم هو رغبتنا كلنا، مفيش كلام. معترفين إننا دولة نامية وقدامنا صعوبات، رغم كده عايزين نتقدم. إزاي؟ هو ده السؤال اللي بنختلف عليه. هل التقدم هو آخر صيحة في الكرافتات العريضة وقصة الشعر الجديدة؟ هل هو إننا نركب آخر موديل في العربيات ونرقص زي الأوروبيين؟ هل هو إننا نمشي ورا الموضة في كل حاجة، نبقى أسرى لكل تقليعة جديدة؟ ده مش تقدم، دي مجرد مظاهر سطحية لتقدم الغرب. الغرب ما تقدمش إلا بالجد والعمل، ما تقدمش إلا بالنظام الصارم ونظام الإدارة اللي ما فيش فيه روتين، ما تقدمش إلا يوم ما شغل العلم في خدمة الحياة. الحضارة الأوروبية دخلت عصر التقدم وعدته ودخلت مرحلة الانحلال. نيجي احنا نسيب أسباب التقدم الحقيقية ونختار مظاهر الانحلال؟ لا، مفروض ناخد الجوهر مش الغلاف وبس، مفروض ناخد قلب الثمرة مش قشرتها، مفروض ناخد من الماضي والحاضر والمستقبل. ناخد من الماضي قيمنا الطيبة، ناخد من الحاضر تقدم العلوم، ناخد من المستقبل احتمالات التغيير ونستعد لها. يعني ناخد علم الغرب على حضارتنا القديمة، على قيم الأديان السماوية. بالشكل ده يبقى المصري إنسان له شخصية مميزة، ما يبقاش مجرد نسخة باهتة للأوروبي أو الأمريكي أو الروسي، ما يبقاش تقليد لحاجة، يبقى أصل أصيل، يبقى متقدم زي العالم وفي نفس الوقت له طبيعته وتقاليده وعاداته. صعب قوي إننا نفصل مصر عن تاريخها أو ننكره. مفيش حاجة تبتدي في فراغ وتكبر في فراغ، هتبقى هي رخرة فراغ. التقدم المادي لوحده مش كفاية، وبخور الأمجاد القديمة اللي عايشة في التاريخ مش كفاية. لو بصينا حوالينا في تجارب الدول هنلاقي الدول اللي اتفرنجت ورمت تاريخها ورا ظهرها هنلاقيها ما حصلتش حاجة، لا كسبت نفسها ولا عرفت تتقدم، بقت زي الغراب لما حاول يقلد الحمامة. التاريخ أرضية ضروري نبني عليها. التاريخ المصري مش مجرد كلام مكتوب في الكتب، ده ميراث جوه نفوس المصريين، عادات وتقاليد ونزوع ورغبات وطبيعة. المهم إننا ننقيه، ننظفه، ناخد من التجارب اللي فيه، نستفيد من الماضي ومن الحاضر. مش كده ولا إيه؟